يا ترى اللي انتوا شايفينه ده ايه؟ ناس هتقول لي ده كنتاكي، وناس هتقول لا، القروبه منكم شويه هتعرف ده ايه. ده قرنبيط، قرنبيط بس معمول بطريقه جميله جدا جدا جدا، ومقرمش، واللي مش هياكل القرنبيط هياكله، جميل جدا. بصوا، امم امم طعم جميل جدا. طبعا عملت مع السلطه والمخلل. لو عايزين تعرفوا الطريقه كملوا معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انتوا عارفين اللي متابعيني وحبايبي وقرايبي، عارفين طبعا الشتاء بيجي باحلى حاجه في الشتاء عندنا اللي هو القرنبيط. لازم اول ما الشتاء يجي القرنبيط يجي، انا بعمله اصناف واشكال زي ما بيقولوا. دلوقتي انا هعمله لهم زي ما شفتوا كده في المقدمه كريسبي، هنشوف هنعمله ازاي. بصوا دي قرنبيطه انا جبتها قطعتها هنا، هتقطعوا ده كده اهو كله، وتقطعوا بقى الايه الورده زي ما انتوا عايزين، عايزينها كبيره عايزينها صغيره بالمنظر ده، ماشي اهو. بصوا انا الزهره حطيت في منها الكبير، هي بالنسبه لي كده حلوه قوي اهي، وحاطه ميه بتغلي، هنشوف هنحط الميه فيها ايه. بصوا بقى كده الميه غليت هنا، انا هعمل ايه؟ الميه انا بحط لها حبه ملح وحبه كمون، بس حبه كمون حلوين، هيغلوا اهو مع بعض زي ما احنا شايفين كده اهو. شفتوا؟ اروح نازله بالزهر بتاع القرنبيط، بسم الله اهو كده. ماشي، مش هخليه يستوي قوي عشان انا لسه هقليه، يعني 10 دقايق بكبرها قوي في الميه المغليه دي، وهنطلعه. طلعيه بقى في ميه ساقعه، طلعيه في مصفى، انا بطلعه في مصفى وبشطفه تحت الحنفيه. بس كده كفايه قوي كده المره دي، بعدين اكمل المره الجايه. كده كده خلاص اهو. ممكن تاخد تاني الحله كبيره، بسم الله ما شاء الله، الحله كبيره تاخدهم كلهم، احطهم كلهم يستووا. سلقنا القرنبيط اهو، نشوف بعد ما يسلق هنعمل ايه. بصوا بقى لحد ما القرنبيط يستوي هنعمل الخلطه بتاعته. اول خلطه هنحط دقيق، بسم الله، ماشي، معاه 3 معالق كبيره نشا، دي الخلطه الاولانيه، تمام. معاه بيضتين، لو مش عايزه تحط بيض ما تحطيش. معاه ايه تاني بقى يا ستي؟ كوبايه لبن، كوبايه كده باللبن، وقولي لي رايك ايه، هتلاقي طعمه فرق قوي. هنحط ملح، ملح طبعا زي ما انت عايزه، بس اعملي حساب الدقيق والقرنبيط. هنحط كمون حبه حلوين كده، هنحط كزبره ناشفه، هنحط فلفل، فلفل اسود بس مش كتير، حبه صغيرين يدونا بس الطعم. هنحط شطه، طبعا ده اختياري بس بتدي في طعم حلو قوي. بصي بقى هنحط كركم. ليه الكركم يا فاتن؟ عشان يديك اللون الحلو قوي، معلقه كده كبيره حلوه كده اهي، بس ده اللي احنا عايزينه. ونقلب، هنشوف يبقى قوامه كده عامل زي ايه، زي الكيك، ماشي كده. انا مش هضيف كله لبن، انا حطيت حبه لبن، وهضيف بقى ايه ميه. بصوا بقى في الوقت ده انا هضيف الميه حبه حبه، عشان مش عايزاها تبقى سايله قوي، حتى لو سايله قوي هنزود لها دي، ما تقلقيش حاجه، ما تقلقيش من حاجه، كل حاجه الحمد لله باذن الله ليها حل. طبعا كلنا شاطرين، بس انا ايه بقول للبنات اللي هي لسه يعتبر سنه اولى جواز، الحاجات دي حلوه قوي قوي قوي، اتعلموها واعملوها، مش كل حاجه بقى بانيه ومكرونه.
الطحينه سيكه، زودت لها ميه. بصوا لونها، اللون ده اللي هيخلي لكم القرنبيط جميل قوي قوي قوي. دي يعتبر التتبيله السايله، بس دي لسه تقيله سيكه. انا هخففها حبه ميه تاني اهي كده. بصوا كده زي الفل كده بالنسبه لي. او ممكن ايه سنه ميه تاني، ما انزلش بالميه. هي كده حلوه قوي ما شاء الله، كده جميله جدا. مش عايزه تعملي هتبقى اقتصاديه خالص من غير بيض ولا لبن، براحتك دي بايديكي. هنا عندي كزبره وبقدونس هحط. انا بحبها يعني الخضره فيها كتير شويه، برضو الخضره تبع ما انت عايزاها كتير كتري، عايزاها قليله. وطبعا كميه الدقيق والحاجه انت شايفه هتعملي اللي قدامك، الحاجه اللي قدامك كتيره ولا قليله. يعني القرنبيطايه كبيره هتعملي خلطه كبيره، قرنبيطايه صغيره هتعملي خلطه صغيره. بصوا بقى كده هنا القرنبيط كفايه قوي كده معايا 10 دقايق. هطلعه بس واحطه في مصفى واغسله تحت الحنفيه ونشوف هنعمل ايه تاني. عملنا التتبيله السايله مع بعض وهنعمل التتبيله الجافه. التتبيله الجافه احتاج لها دقيق ونشا ونفس التوابل اللي حطيتها في التتبيله السايله هنحطها في التتبيله الجافه. بس انا هنا عندي خلطه للدجاج المقرمشه، دي بارده وفي حار ماشي، دي جميله جدا جدا، دي اختياري بس انا بحب احطها مع الحاجات دي، يعني هتديكي قرمشه وهتديكي طعم حلو قوي. اللي ما بيحبش القرنبيط يدوقها بالتتبيله دي. بصوا هنا حطينا الدقيق، هحط معلقتين النشا، هحط معلقتين من البهارات المقرمشه، مش هحط كتير، دي العاديه. هحط الحار حبه كده، احط كمون، نفس التوابل اللي احنا حطيناها هنحطها، ملح طبعا بس مش هنكتر بقى. هنحط برضو الكركم اهي معلقتين صغيرين، كزبره الناشفه، وسنه الفلفل الاسمر بتاعنا كده. يبقى كده عندي نقلب بقى كويس قوي كده، يبقى عندي الخلطه الجافه والخلطه السائله ماشي. طب حد يقول لي بقى يا فاتن ينفع اعملهم بقى في الخلطه دي واحطها في الفريزر كده متبله؟ لا خالص، ينفع بس وهو مسلوق. يعني انا بسلقه، يعني اخر بقى الموسم بتاعه بجيبه واسلقه نص سلقه او 3/4 سلقه. هو نص سلقه حلو قوي، نص سلقه وتحطيه وتطلعيه وتحطيه في ميه بقى ساقعه وتغسليه كويس. بعد كده تحطيه في اطباق وتكيسيه وعلى الفريزر تطلعيه اكنك لسه سلقيه. لكن هتشيليه متبل ما انصحش، ولا هو ولا الفراخ المقرمشه، عن تجربه بتبقى سيئه جدا مش حلوه خالص. الفراخ المقرمشه لو عايزه تعمليها اعمليها بقسماط، يبقى بيض بالخلطه بتاعتها السايله وبيض وبقسماط وبس، ما تحطهاش في الخلطه دي خالص، ما تحطيلهاش دقيق خالص، مش هتطلع معاكي حلوه خالص، مش هتحبيها. هحط بيكنج باودر. ليه يا فاتن بيكنج باودر؟ هخليها لك هش كده، معلقه كبيره كده او كيس، خليها لك هشه وجميله جدا ومقرمشه اكتر. جربي مش هتخسري. اهو كده قلبتها كويس كده. عندي الخلطه الجافه اهو، الخلطه الجافه والخلطه السائله، وطلعت طبعا القرنبيط زي ما انتم شفتوا، واسيبه بس يهدى، غسلته تحت الحنفيه واسيبه يهدى ونشوف هنعمل ايه. معلش نسيت اقول لكم، طبعا ما ينفعش قرنبيط من غير توم. دي الخلطه اللي احنا بنعملها مع بعض على طول، اللي هو الثوم والفلافل يعني الثوم والبهارات وكده. هحط منها او فصين ثوم مهروسين بس في الخلطه السائله بس. عايزه تحطي ثوم باودر في الخلطه الجافه مفيش مشكله خالص. اهي اقلبها كويس جدا بس. شوف بقى كده الخلطه السائله والخلطه الجافه هنعمل ايه.
هناخد القرنبيط اهو زي ما انتوا شايفين، وطبعا انا حاطه الزيت على النار بيسخن. هناخد اهو من الخلطه دي، بس تكون متشبعه كده كفايه مره واحده يعني، ما تاخدوش من دي ودي تاني. اهي كده بصوا جمالها. نروح حاطينها في الخلطه ماشي. احط تاني اهو كده. بصوا بقى هنعمل ايه هنا اهي. نروح عاملينها كويس اوي، نغلفها كويس اوي زي ما كنا بنعمل كنتاكي بالظبط. نغلفها كده بكل الخلطه بتاعتنا اهو، وهننزل عليها في الزيت بس. نغلفها كويس قوي كده وننزل بزيت. بصوا اهي في الزيت، ما تقلبهاش خالص خالص. ادي اول واحده بس هنقلبها اهي. بصوا لونها وحلاوتها، ايه رايكم بقى؟ اهي بالراحه خالص اهي، اللي احنا حطيناه في الاول هنقلبها زي الفل. بصي نكمل وارجع لكم. ورجعنا لكم بعد ما مش عارفه اقول عليه كنتاكي بقى، القرنبيط ولا القرنبيط التحفه ولا القرنبيط المقرمش. بصوا تحفه، بصوا كمان شكله، بصوا الحلاوه والجمال. طبعا ما ينفعش قرنبيط من غير سلطه بلدي، وطبعا الزيتون بتاعنا اللي احنا مخللينه استوى بقى جميل. ايه رايكم بقى في الاكله دي؟ ما تنسونيش في اللايك والشير. السلام عليكم.